مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يلتقي بولي العهد السعودي. دعوة للاستعداد المسبق للموسم الزراعي. بدء فعاليات إحياء ذكرى مجازر أسمرة. روسيا وتركيا تؤكدان التزامهما بالاتفاقيات حول سوريا. القتال يشتعل في شرق أوكرانيا، وكييف والمتمردون يتبادلون الاتهامات. HSBC تسرح عشرات الآلاف من موظفيها. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. التقى فخامة الرئيس ياسر أفورقي الذي يزور المملكة العربية السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض اليوم، وبحث معه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشتركة في حوض البحر الأحمر. وأوضح الرئيس السياسي في اللقاء أن التغيير الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية هام جدا للمنطقة. وأكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس، موضحا الدور الكبير للمجلس في إحلال السلام والأمن والمصلحة المشتركة، وكذلك الاستغلال الجيد للموارد البشرية والطبيعية والفرص. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يماني قبر آبة، ومن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. كما التقى الرئيس ياسر أفورقي ببعض المستثمرين السعوديين في مجالات الطاقة والثروة السمكية والزراعة والتعدين، موضحا الإمكانيات المتاحة للتعاون الاقتصادي، ومؤكدا استعداد إريتريا لاستقبال الاستثمارات السعودية. وكان الرئيس ياسر أفورقي قد التقى في 17 من فبراير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتباحث معه حول سبل الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين إريتريا والمملكة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الجدير بالذكر أن فخامة الرئيس ياسر أفورقي يقوم بزيارة عمل رسمية تستغرق 3 أيام للمملكة العربية السعودية منذ 17 من فبراير بناء على الدعوة التي قدمت له من الملك سلمان بن عبد العزيز. دعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون خلال لقائه بمزارع مندفرة ودباروا للقيام باستعدادات مسبقة للموسم من الأمطار. أوضح في اللقاءات التي أجراها في الفترة من 11 وحتى 19 من فبراير في ضواحي المديريتين بأن على المزارعين تنفيذ الأنشطة الزراعية عامة، وخاصة حماية التربة وحفظ المياه والتمهيد والتسميد قبل حلول موسم الأمطار. وأشار إلى أن الحشائش أضرت بالإنتاج الزراعي خلال الموسم الماضي، وعلى المزارعين تنويع الزراعة وتنظيف مزارعهم جيدا لمكافحة الظاهرة، موضحا عن وجود برنامج لحصول المزارعين على الإرشاد والتوجيه الزراعي. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد يماني أباي الوسائل العلمية المنفذة من الحراثة وحتى الحصاد لرفع الإنتاج الزراعي، وقال أن التسميد الطبيعي له دور في مكافحة الحشائش الضارة ورفع الإنتاج. ونصح المزارعين بضرورة استخدام البذور المحسنة وعدم استخدام مبيدات الآفات والحشائش المشكوك في جودتها لأضرارها بالتربة والتلوث. ودعا المزارعون لتقديم الدعم المهني وتشجيع الزراعة الموحدة وتوفير الجرارات الحكومية وسط طلبات بناء الحواجز في مساقط المياه. بدأت منطقة كدبة رسميا اليوم 19 من فبراير فعاليات برامج الذكرى 45 للمجازر التي ارتكبها الاستعمار الأثيوبي في أسمرة وضواحيها بوضع أكاليل الذهور. وفي المناسبة الجارية على مستوى الإقليم الأوسط والتي شارك فيها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والضيوف المدعوين، قال مدير مديرية بريخ السيد تسفوت فزازين في الكلمة التي ألقاها أن المجازر التي ارتكبها المستعمر قبل 45 عاما في أسمرة وضواحيها كانت جزءا من تضحيات الشعب الإريتري من أجل استغلاله وكرامته، ويجب تمكين الشباب من التعرف على هذا التاريخ جيدا باعتباره من أولويات البرامج الموجهة للشباب. وقرأت في المناسبة أسماء أكثر من 100 مواطن قتلوا في المجازر التي ارتكبها نظام الدرق الاستعماري عامي 1975 و 1976 بإطلاق الرصاص والضرب بالبنادق، وشرحت أيضا الأعمال البربرية التي ارتكبت من شهود العيان. كما شهدت المناسبة مناشط تعكس الجرائم المرتكبة وتحدي الشعب الإريتري لها، وتشمل الفعاليات المنظمة من مختلف المؤسسات والشعب، السمينارات وشهادات الحضور ومعرض للصور وأعمال فنية تعكس المناسبة وقراءة أسماء ضحايا الجرائم البربرية.
وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اندرياس اسمروم لوكالة إيرينا أن إحياء تلك الذكرى يهدف لربط الماضي بالحاضر والمستقبل وتوثيق التاريخ ونقله للأجيال. فقد قتل جنود الدرق عام 1975 مئات المواطنين المدنيين الأبرياء في مدينة أسمرة وضواحيها بإطلاق النار والضرب بأعقاب البنادق لكل من وجدوه في الشوارع وأثناء مداهمة المنازل. نظمت حملات توعية في مدن تسني وبارنتو وقردات بإقليم القاشبركة حول أهمية استخدام الملح المخلوط بمادة اليود. وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة الدكتور حيلوم كدان الأضرار الصحية التي يحدثها نقص اليود على الإنسان والحيوان، كما أن الاستخدام السيء لليود يتسبب في الإعاقة الدائمة والتخلف الذهني ولا يمكن علاجه، داعيا الشعب للاستخدام الجيد للملح المخلوط باليود. وقال خبير الغذاء في المكتب السيد فؤاد محمد أن نقص اليود في الجسم له أضرار متساوية في الإنسان والحيوان، داعيا المنتجين والموزعين والمستهلكين لاستخدام الملح المخلوط باليود. ودعا المدير العام لقسم التجارة والصناعة والمعادن العقيد يماني في السهية إلى تقوية المراقبة في مواقع إنتاج الملح والتوعية بضرورة استخدام الملح المخلوط باليود، موضحا عن إقامة لجان لمتابعة المرافق الخدمية وحثها لاستخدام الملح المخلوط باليود. وأكد المشاركون في أنشطة التوعية على أهميتها، منادين بضرورة القيام بمراقبة مؤسسات إنتاج الملح والمتابعة المهنية لضمان التأكد من وجود اليود في الملح. ذكر سائق السيارات أن أعمال الصيانة الجارية في خط نفاسيت مصوع ستساهم في الحد من الحوادث المرورية. وأشار السائقون إلى الأضرار الكبيرة التي كان يحدثها الطريق على السيارات بسبب الحفر المنتشرة فيه، مغربين عن ثقتهم لتخفيف أعمال الصيانة الجارية على الطريق والجسور من هذه الأضرار والحد من الحوادث المرورية. وناشدوا بضرورة الإسراع في وضع الخطوط العاكسة للأضواء والتي تلاشت مع الوقت لدورها الكبير أثناء انتشار الضباب والليل. وقال المهندس دانيال مبرحتو الخبير في شركة قدم للإنشاءات العامة والتنمية أن أعمال الصيانة تشمل جداريات الدعم المدمرة وإزالة الأتربة التي ملأت الجسور والقنوات. وأوضح بأن الطريق يحتاج للتوسعة والطلاء العاكس لإيجاد حل جذري للمشكلة. عقد في مدينة عصب يوم 16 من فبراير اجتماعا لتقييم الأنشطة المجتمعية في إصحاح البيئة. وأوضح مسؤول النظافة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد عبد السلام ناصر أن البرنامج يجري بمشاركة واسعة من الإدارات والشركاء، مؤشرا إلى تقييم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في المنتدى المنعقد عام 2019. وذكر عن إدخال برنامج إصحاح البيئة في 96 قرية، ويجري العمل لإدخال هذا العام في بقية القرى. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد سفاو نقاسي أن الأمراض تتم الوقاية منها بضمان النظافة وليست بإرساء المؤسسات الصحية، داعيا إلى التنفيذ الفاعل للبرنامج. من جانبه أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن برنامج الإصحاح البيئي هو أحد أهداف التنمية المستدامة، ويتطلب تنفيذه حسب الجدول الزمني الموضوع وبالتنسيق مع المجتمع والشركاء. تجرى في مدينة بارنتو أنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه وتنمية المياه الجوفية وزيادة الإنتاج الزراعي. وأوضح مدير المديرية السيد أوريلو جاكامينو عن بناء سد جديد في ضاحية كركاشة في إطار العمل الجاري بتنظيم قوي. من جانبه أوضح مسؤول التنمية المروية المهندس إبراهيم علي أن السد الذي شيد لخدمة قرى كركاشة وتكينابا وأغومو وإدخال الزراعة المروية كلف مبلغ 3.4 مليون نغفة. وأشاد السكان بالمبادرة المتخذة لحل مشكلة مياه الشرب والصغي في المنطقة، مؤكدين العمل للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. هذا وتجرى في مديرية بارنتو أنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه في جميع الضواحي منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أبلغت تركيا روسيا خلال اجتماع في موسكو بأن جيشها بات مستعدا الآن لضمان انسحاب القوات السورية المدعومة من موسكو من آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سوريا. وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار. وتتهم موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ 9 سنوات في سوريا، كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب.
الذين قالت أنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية. واجتمع الوفدان الروسي والتركي في موسكو في ثاني يوم من محادثات تستهدف حل الخلافات بين البلدين حول إدلب، وهي خلافات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان التعاون بين البلدين بشأن سوريا وغيرها سيستمر. وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن تركيا أبلغت الوفد في موسكو بأن من الضروري أن تنسحب القوات السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في إدلب لوقف الكارثة الإنسانية في المنطقة. قال الجيش الأوكراني أن جنديا أوكرانيا قتل وأصيب 4 آخرون عندما اندلع قتال عنيف في شرق البلاد، بينما تبادل المتمردون المدعومون من روسيا وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن تفجر المعارك. وهذا بعض أسوأ أعمال العنف في شرق أوكرانيا منذ محاولة عقد قمة في باريس في ديسمبر لتقريب المواقف بين كييف والمتمردين حول تطبيق اتفاق للسلام. كما جاء اشتعال القتال قبل قمة ثانية محتملة حول الموضوع ذاته في برلين. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث اندلاع القتال في منطقة دونباس الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني في وقت لاحق أنه لا يعتقد أن القتال سيعرقل جهود إنهاء الصراع الذي أودى بحياة 13,000 شخص منذ عام 2014 على الرغم من اتفاق على وقف إطلاق النار عام 2015. قالت مؤسسة HSBC المصرفية أنها بصدد تسريح نحو 35,000 من موظفيها، وذلك بعد أن أعلنت عن أن أرباحها تدهورت بحوالي الثلث في عام 2019. وقالت المؤسسة أنها تنوي ردا على ذلك خفض أنفاقها بحوالي 4.5 مليار دولار بحلول عام 2022، وذلك في نطاق عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق. وقال مدير HSBC المؤقت نويل كوين أن المؤسسة ستخفض عدد موظفيها في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت المؤسسة أن تدهور الأرباح يعود بشكل أساسي إلى شطب مبلغ 7.3 مليار دولار يتعلق بعملياتها الاستثمارية والمصرفية في أوروبا. أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة دفعة خامسة من الأقمار الاصطناعية إلى المدار على متن صاروخ فالكون 9 الذي تم إطلاقه من قاعدة كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتقضي المهمة ستارلينك بوضع 60 قمرا اصطناعيا جديدا في المدار لتشكل مجموعة من الأقمار ستوفر مستقبلا الإنترنت انطلاقا من الفضاء، ويمكن لمهمة ستارلينك أن تشمل بنهاية المطاف آلاف الأقمار الاصطناعية. ويوجد الآن 300 قمرا اصطناعيا في مدار الأرض ضمن مهمة ستارلينك، من بينها أقمار معطلة كانت قد أرسلت من قبل. وستكون السماء كثيفة بما يكفي بالأقمار حتى توفر الربط الدائم مع المنخرطين في خدمة الإنترنت المستقبلية. ويأمل إيلون ماسك المدير العام لسبيس إكس أن يربح بين 3 و5% من السوق العالمية للإنترنت، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا. وينتظر أن يطلق كل من ستارلينك ووان أب أقمارا اصطناعية جديدة الشهر المقبل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.